عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده فيديو جديد نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونقول تاج الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد على كل شيء قدير. النهارده هوريكم ازاي تجيبوا الملوخية وتفرزنوها وتحطوها في الفريزر وتطلع خضرة جميلة زي الفل. احنا زي ما انتوا شفتوا في الفيديو احنا جبناها وقطفناها وغسلناها. تصوير المرة دي برعاية أمي ربنا يديها الصحة والعافية، فسامحونا لو في أي تقصير في الفيديو. تعالوا تتابعوا معانا الوصفة. بص العنش، نقطع العنش كده عشان الحتة اللي فيها ديت هي اللي بتعمل العرجلة الملوخية، هي اللي بتعمل العرجلة الملوخية. لكن لو قطعتيها ورقة ورقة مش هتطلع حاجة في الكيلو الملوخية، ومش هيبقى عرجها شديد. لكن هو ده اللي بيعمل العرج. شوفوا كله مقطفاه كده، العنش بعنشه من الاخر، بتروحي قطعاها بالعنش بتاعها كده. هنسيبها ساعتين تتصفى علشان التلج، المية اللي فيها ده ما تعملش كتل تلج في الاكياس، لما تيجي تضربها في الكبة تقوم تضايقك. بصي يا حبايبي، الملوخية اهي بعد ما غسلناها ونشفناها، يعني حطيناها في المصافي تنشف لمدة ساعتين، تصفي المية اللي فيها عشان ما تعملش كتل تلجية جوه الملوخية وتبقى مشدودة على الكبة. تمام. بتطلعي من الكيس الهواء وتضغطيه خالص، وبعدين تربطيه، وبعدين تفردي الملوخيه زي ما انا عاملاها كده. اوريكم كيس، بس انا مش عارف اربط علشان انا ماسكه الموبايل بايد والكيس بايد. شايفين الكيس عامل ازاي اهو؟ دي زي ده. تمام. ده لسه ما ارتبطش. بتعملي ايه؟ بتمسكي الكيس كده وتضغطي خالص، تمسكي الكيس كده وتضغطي خالص، طلعي كل الهواء، كل الهواء. شوف عامل زي ما اكون شفطاه بمكنه الشفط، وبعدين هتروحي ربطاه من الاخر وفرده الكيس زي ما اني فرداه كده. طلعتي كل الهواء اللي فيه، طلعتي كل الهواء اللي فيه. الكيس اهو، شوف كان مليان، شوفوا بقى قد ايه اهو. طلعت، ضغطت كده، سبت ما تكتش على الحال الجوي، وضغطت على الملوخيه، طلعت كل الهواء. شوف الكيس بقى حبه كام. بروح رابطه بقى على اخر ايدي، واروح عامله ايه؟ فرده الملوخيه في الكيس زي ما انتوا شايفينها كده، مبطبطاها عشان تبقى سهل عليكم اول ما تطلع. لو فركتها بايدك هتنفرك. وكل سنه وانتوا في احسن صحه يا حبايبي، وناكلها على هنا وتاكلوها على هنا باذن الله. ويلا شطروا كده واعملوا زي عشان توفروا، تبقى حاجه سهله بالنسبه لكم. اشتروا الملوخيه وهي لسه رخيصه. كل سنه وانتوا طيبين. دي الملوخيه اللي انا فرستها معاكم امبارح عشان المصداقيه، قلت اعمل لكم شويه النهارده مع اني مش عايزه، بس هوريكم. دي كانت امبارح مفرزينها وموريها لكم. شوفوا لو طلعتوها من الفريزر وفتفتوها بايديكم كده هتتفتح. هحطها في الكبه واوريها لكم، ونروح مع بعض نعمل ايه؟ الملوخيه ان شاء الله، مع تكاتنا وتكات جداتنا وامهاتنا الله يرحمهم. هوريكم التكه البسيطه اللي جداتنا كانوا بيعملوها وامهاتنا الله يرحمهم، ويدي الامهات اللي عايشين الصحه ان شاء الله. وهنبقى مع بعض خطوه بخطوه. هفرمها في الكبه، انا كسرتها اهي، هفرمها في الكبه واوريها لكم. حبايبي خليكم معايا. اني فرمت الملوخيه اهي، حرير حرير، لسه طلعتها فركت. تعمليها والميه والشوربه بتجلب. التكات بتاعت اجدادنا بقى اللي كانوا زمان بيعملوا مرتة زي مرتة البتنجان بالظبط اهي، ومرتة السمك. التوم هنحط دجة اهو، فلفل مدجوج اخضر اهو اهو، وفصين توم عشان انا عاملة يعني مش كتير، عشان لسه هحمر التوم اهو. وهنزل الملوخية على طول، يعني تقلب قلبة واحدة، وهنزل ايه؟ الملوخية. تمام. هنزلها وارجع لكم واوريها لكم. بصوا يا حبايبي، معلقة زبدة ومعلقتين زيت عشان هم حبة الملوخية صغيرة، وبجهزهم للايه؟ لتحمير الفص الثوم بالكزبرة. بنحط الثوم الاول يا دوبك يصفر، نحط الكزبرة عشان ما يمررش وينحرق في الوقت نفسه. الملوخية شوفوا والله زي الفل.
بتشوفي حرير حرير، عملتها في الكبة قدامكم اهي زي الفل. هتقلب قلبة وهنطفي عليها. يبقى عرفنا ايه هي التكة. المردة اللي بنحطها في السمك وفي الدجة اللي هي بتاعة الباذنجان او السمك، اللي هو الفلفل الاخضر بالثوم، بنحط شوية مع فصين توم تغلي غلوة، وبعدين نروح مسقطين الايه الملوخية. تمام. هي قلبت اهي، هنشوفها اذا كانت عايزة ملح عايزة حاجة. فظيعة 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 والله العظيم. جربوا، احنا قلنا التجربة خير برهان، وبعدين الحياة تجارب. احنا مش هنخسر حاجة، نجرب في حاجة بسيطة وبعد كده ايه نخزن ونعمل. وزي ما قلت لكم الملوخية رخيصة، توكلوا على الله وجيبوا. فصين التوم بقى هنحطهم. احنا هنعمل استجلية بسيطة عشان دي طبق واحد ملوخية، مش هكتر. ماشي. فص واحدة. عايزة تحط معاها الفلفل ممكن، بس انا بحط الفلفل في نفس الشوربة، فلفل مع شوية توم. تمام. تمام يا حبايبي. التوم اهو هيصفر، بعد ما يصفر احط الكزبرة. علشان الكزبرة ما تمررش ما بحطهاش مع الثوم. حطينا الكزبرة اهي، هنقلب يا دوبك تاخديلها تقلبتين اتنين بس. وبس نطشها على الملوخية. مش هتندموا، جربوها ان شاء الله، هتجربوها وتدعولي باذن الله. استنى منكم دعوة جميلة كده يا حبايبي، وبألف هنا وصحة للي هياكل واللي يجرب. حبايبي تسلمولي. عايزة دعوة حلوة منكم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. مع ألف سلامة حبايبي.